بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم إسلام صقر. اسم موضوع حلقة اليوم: جاسوس المقاهي. عند استجواب من رجال المخابرات المصرية اعترف وقال: كل مهمتي هي الجلوس على القهوة ونشر أشاعات وأخبار كاذبة وقصص مفبركة عن النظام ورجاله والقيادات وإثارة الشكوك في نفوس الناس ونشر اليأس والإحباط بينهم. تابعوني لنهاية الفيديو عشان نعرف أصل الحكاية. فاصل ونواصل. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا فندم. الله اكبر. رجعنا لكم تاني اعزائي المتابعين، واهلا وسهلا بحضراتكم مره تانيه. في الستينات جت معلومه لجهاز المخابرات المصريه بان هناك موظف يعمل جاسوس، فتم اتخاذ الاجراءات بمراقبه الشخص ده، وتمت المراقبه لمده 3 شهور، ولم يتم ملاحظه اي شيء غريب عليه. فهو بيجي من شغله بعد الظهر وبعدين يتغدى وينام شويه ويصحى يتشطف وينزل يسهر بالليل مع اصدقائه على القهوه، يلعب الطاوله معاهم ويتبادلون الاحاديث والافيهات المضحكه زي ما بيحصل بين اي شله على اي قهوه. فقررت الصقور تفتيش شقته، ولكنهم ما لقوش فيها اي شيء مريب او يدل على انه بيعمل جاسوس مع الموساد الاسرائيلي، ولكنهم لقوا حساب بنكي باسمه، والحساب ده بيزيد في فترات متساويه وبشكل منتظم ومن اماكن مختلفه ومش معروفه. وبسؤال واستجواب والضغط عليه اعترف انه يعمل لصالح الموساد الاسرائيلي. فسالوه: ازاي وانت مش بتسافر للخارج وما عندكش اي اخبار سريه او اي اجهزه تجسس؟ فقال لهم: كل مهمتي هي ان اقعد على القهوه وانشر اشاعات واخبار كاذبه وقصص مفبركه عن النظام ورجاله والقيادات واثاره الشكوك في نفوس الناس ونشر الياس والاحباط بينهم. ومن اللحظه دي تم اكتشاف وحده بالموساد وطريقه عملها، ومن يومها علمت المخابرات المصريه عن هذه الوحده بالموساد وطريقه عملها. فاحذروا ممن ينشرون الشائعات والاكاذيب في اي تجمعات. والحكايه دي هتجرنا لموضوع كنت اتكلمت فيه قبل كده واسمه بلطاي لسه حي، وهيظهر لحضراتكم في علامه الاي فوق، وهسيب لينك الفيديو تحت في الديسكريبشن او صندوق الوصف. بلطاي هو الانسان الكاره لنفسه وكاره كل اللي حواليه، وعينيه مش شايفه ولا عاوزه تشوف اي حاجه حلوه بتحصل حواليه، وبيقلل منها، وحاسس دايما انه مظلوم ومش واخد حقه في البلد، على الرغم من ان اي حاجه حلوه بتعملها الدوله تلاقيه اول واحد راشق فيها. هو اللي بيقول لك نشتغل على قد فلوسهم، وهو اساسا مش عاوز يشتغل ولا ينتج، لان ولاؤه الاول والاخير ليس لمصر، البلد اللي عاش فيها واتعلم واتعالج واتجوز وخلف فيها وبرضه مش عاجبه، وولاؤه لدوله تانية غير مصر. وطول ما هو عايش في مصر حاسس بالدونيه بالنسبه للدول الاخرى. بلطاي عايش بينا دلوقتي، انتبه. بلطاي وصل مصر قبل التتار وعاش وسط الناس، وكان ليه بيت في برج حمام زاجل بيستخدمه لمراسلة التتار ونقل أخبار المصريين. وبعد شوية انضم لمجموعة من المماليك وقام بتجنيد واستقطاب كل العناصر واشتراهم بالمال، وكان سهل عليه الوصول للمعلومات بسبب اطمئنان المصريين له وعدم وجود ما يدعو للشك فيه. بلطاي قام بدوره الفنان فريد شوقي في فيلم وإسلاماه لو تفتكروه، وساهم في اغتيال كل القادة العسكريين والسياسيين في البلد وصولا إلى أيبك وأقطاي وشجرة الدر. وكمان اشتغل على نشر الشائعات والإحباط وسط الناس وتخويف المصريين وإرهابهم من التتار قبل ما يجوا مصر. وفي يوم المواجهة كان واقف يستقبل التتار وهم داخلين مصر، وربما المشهد الواضح بتاع كتبغة المغولي وهو بيتفاوض معاه، وساعة ما مشي قال لجنوده: لو شفتوه في المعركة اقتلوه. مشهد يعبر عن جزاء الخيانة. وفي لقطة تانية ونشوفه وهو بيخترق صفوف الجيش المصري وكأنه خايف عليهم ويحذرهم من اقتراب التتار. لولا وجود بلطاي ما استطاع التتار تفتيت الجبهة الداخلية لمصر، ولولا وجود الجيش المصري لما صمدت مصر أمام التتار. يا ترى وصلت؟ بلطاي هو العميل الكاره لوطنه، بلطاي هو الشيخ المتاجر بالدين، بلطاي هو رجال الأعمال المحتكرين الفسدة، بلطاي هو الخلايا النايمة بيننا على الصفحات والجروبات وداخل المصالح الحكومية والمواصلات العامة وبالدية الوطنية والخوف على البلد. بلطاي ده هو السوس اللي بينخر في عظم البلد، بلطاي هو العدو الخفي وانت فاكره وطني. بلطاي يا سادة أخطر من التتار نفسهم. التاريخ هيفضل يعيد نفسه، وبلطاي لسه عايش وسطينا. أنا حاسس بل أكاد أكون متأكد إن الكلام ده وقته الآن. وفي النهاية أتمنى تكون رسالتي وصلت لحضراتكم. حفظ الله وطننا من كل مكروه ومن بعض أبنائه العاقين. حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء. حفظ الله جيش مصر وشرطتها، ورحم الله شهداء الوطن. عاشت الأمة العربية، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.